الجواز هو عقد انت كتبته بينك وبين ربنا. في برضو نوع من الرجاله خدوا على فكره التدليل الزائد، يعني هم اصلا متدلعين، حياتهم كلها فيها دلع. يعني ايه دلع؟ دايما عنده كل حاجه متاحه، ربته على كده ان كل حاجه عادي، كل حاجه سهله، مفيش حاجه اسمها ثواب عقاب، لا هو تدليل. فلما اتجوز لقى الدنيا غير كده خالص، قال لك اتدلع بره بقى واوصل لبره. كل المشاكل اللي احنا قلناها دي للراجل اللي بيخون اصلها ايه؟ اصلها ان الراجل ده بعيد عن فطرته اللي بجد، بعيد عن فطرة الذكورة اللي بجد، بعيد عن اتصاله بالنور الحقيقي، اتصاله بربنا سبحانه وتعالى. لان هو لو فاهم ان علاقتي بمراتي هي مش علاقة بيني وبين انسان، انا علاقة بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى. فانا لو فاهم ان الجواز ده هو مش عقد انت كتبته بينك وبين مراتك، الجواز هو عقد انت كتبته بينك وبين ربنا، يا تتقي ربنا فيها يا تسيبها وتروح تشوف غيرها.